ده سينك سكند اديشن، مش اول مره جيت. ما كنتش عارف اي حاجه، كنت جاي اكسبلور قوي. فاول ما قعدنا على الستيج طلع واحد واتكلم وانجيج قوي مع الناس وخطير بطريقه كلامه. فانا اللي هو انا ما كنتش اعرفه لسه، ودي كانت حاجه مع الاسف ان انا ما كنتش اعرفه. ولكن بعد كده دخلت على الانستجرام، يوسف التهامي، ايه ده؟ ايه كل الحاجات اللي احنا بنسمعها في التلفزيون دي هي الصوت بتاعه؟ ايه ده؟ ازاي كده؟ فوقتها قلنا اتعرفت عليه وهو كان حد اكتر من رائع. النهارده هو مشرفني ومنورني. مبدئيا نفسي كنت حد يستضيفني في يوم من الايام ويديني انترو من اللي بديها بحب الافواره، اللي انا اصلا بحب الافواره جدا. لا بس دي مش افواره، ربنا يخليك والله. بس دايما كان نفسي بقى حد يديني الانترو دي عشان اقول له يا عم لا والله ده كتير عليا وبشكرك على المقدمه، عارف الكلام ده. بس والله لا بجد والله العظيم بكلمك بجد والله، لا بشكرك جدا على الانترو العظيمه دي، كبيره جدا عليا. وانا مبسوط ان احنا اتعرفنا على بعض. انا يعني كسبت صديق ودايما من خلال التعامل مع الناس اللي قابلتها في سينك والله بشوف ان انا دايما بستفيد من الناس اكتر، لان انا بقابل يعني ناس كتيره مختلفه. فدي حاجه بتفيدني انا على المستوى المهني وعلى المستوى الشخصي. فمتشرف جدا جدا ان انا اتعرفت عليك طبعا وعلى الناس الجميله اللي ورا الكاميرا، ومتشرف ان انا موجود معاكم دلوقتي والله بجد. انا اكتر بكتير قوي. الاثنين بقى 3 اللي ما يعرفوكش ماشي مين؟ دي عباره زي اللي انا بعملها بالظبط. مين هو يوسف التهامي؟ يوسف التهامي شخص بيحب دايما يعمل الحاجه اللي بيحبها. فلما اتخرجت اشتغلت في شركه بي ار وايفنتس. انت اصلا المجال التخرج بتاعك كان ايه؟ كان ماركتنج، تسويق. واهلي ودوني بنك طبعا، شغلانه ستيبل وحاجات دي زي كده. بص والله مش بقول كده عشان اشكر في نفسي ولا حاجه، بس والله رحت عملت تريننج في بنك. كنت احسن واحد بيصور ورق في البنك، كنت بقرا البنك، كنت على طول روح صور ورقه، روح امضي الورقه دي، ما كانش ليها اي رول عامه. فبسطت ان انا خدت من اجازتي وقت الجامعه، وقت ما اصحابي كلهم كانوا بيسافروا وكده، وبسطت ان انا رحت عملت التريننج ده عشان يقفلني من فكره البنوك تماما. فاول ما اتخرجت كنت انا لاغي فكره البنوك دي. فبالتالي ان اول ما ده حصل ابتديت ادور في الايجنسيز، بي ار، ايفنتس. ما اتبسطتش قوي فيهم. كنت بتحب تنجيج مع الناس وتتكلم مع الناس طول عمري. اند ذن رحت ادفرتايزنج ودتني لحته ثانيه خالص. بعد كده بالصدفه بسبب حد معين كان داخل يعمل فويس اوفر لحاجه معينه، حصل له موقف طارئ، انسحب من السيشن، فجابوني انا احل محله بس فقط لغير. حظي كان حلو ان هي كانت كامبين بقى لها 3 سنين مش شغاله. السنه دي خلاص الناس ابتدت تستوعب. كان فيلم ذات حب قوي بالظبط يعني. صدفه بحته دخلت، اديت، الراجل تفائل بيا، جابني في الكامبين بعدها، خيشت تخيش ذريع سبحان الله. عملت كامبين في الثانيه، في الثالثه عملت اعلان معين سمع في حته معينه بقى خلاص الحمد لله. فجات لي محطه راديو وجت قالت لي احنا عايزينك تبقى الفي او الرسمي للمحطه. لما قعدت مع الناس قالوا لي بقول لك احنا بندور على كاليبر زيك، واد مجنون دماغه تعباه، يقدر يطلع يتكلم، ممكن يكون بيعرف يتكلم شويه كويس، عنده الملكه دي. تمام. رحت معاهم عملت ورشه، قعدت فيها 4 شهور، خلصنا طلعنا هوا. ما حلفنيش الحظ ان اكمل معاهم لفتره طويله لان المحطه كلها قفلت. فضلت بعد كده 1.5 سنة رجعت تاني ادفرتايزنج بس فريلانسنج كده من بعيد لبعيد. اند ذن رحت نجوم اف ام، ودلوقتي انا الحمد لله مذيع في نجوم اف ام، بعمل فويس اوفر وبهوست ايفنت زي ما انت شايف. انت قلت لي ان في النص كده ايه وفي حاجات واقفه وخيشت وبعد كده رجعت كملت، وبعد كده التخيشات اللي في النص دي انا عارف ان هي ما بتبقاش سهله. لا. فوقعها عليك كان عامل ازاي؟ كنت متضايق ولا؟ التغييش بيجي على مراحل كتير. التغييش بيجي على مراحل وانت في الايجنسي كنت ساعات بتحس اللي هو طلعت فكرتين 3 حلوين ممكن يكونوا سمعوا، بيحصل لك حاجه اسمها كريتيف مايند بلوك، تحس ان انت عطلت فبتقول ايه اوف مش شغل انت. انا مش هي كانت عارف اللي هو بيجنرز لاك، او اللي هو مثلا بيجي لك حاجه اسمها امبوستر سيندروم، اللي هو انا اتكشفت ولا ايه، هم يا دوبك كانوا فكرتين وراحوا لحالهم. وبعد كده طبعا بتجدد شغفك والحاجات دي كلها. فالتخيشات دي دايما هي اللي بتعلمك ازاي تطلع من المأزق او السيتويشنز اللي انت بتتحط فيها. نفس الكلام في الفويس اوفر، دخلت سيشنز كتيره جدا كنت حاسس ان انا عامل فيها كويس قوي، الاعلان ينزل الاقي ان الاعلان ما نزلش بصوتي، فاحس ان دي برضو دروب تاني. مشكله. راديو ياما خبطت على
بلاتفورمز وخبطت على شركات اذاعيه وحاجات كتير جدا واترفضت واتقال لي لا وبتاع. مش لا عشان انا اتظلمت، لا عشان فعلا كنت وحش وكان عندهم حق. بس انا كنت دايما لما بخرج ما بشوفش الجانب ده غير لما ببص لها من بعيد بنظره محايده كده. لا الناس دي عندها حق. ما بحبش ان انا اعيش دور الضحيه وان الناس دي ظلماني وان هم خدوا ده عشان تلاقي خاله شغال في المكان. لا خالص. انت بالعكس لازم اول حاجه تفوكس على نفسك عشان خاطر تعرف ايه الغلط اللي عندك عشان تبتدي تشوفها بشكل محايد وتمنتين بقى نفسك انت بعد كده. ده حقيقي. الفي او في ناس كتير شايفه ان لا هو انت صوتك مظبوط وان انت صوتك لايق قوي على الفي او فخلاص بقى ينفع تبقى في او، وان انت لو شخص عايز يدخل المجال صعب لو عملت تريننج كتير وعملت مش توصل لحاجه. انا بشوف الفويس اوفر عامه الموضوع الصوت ده موضوع خادع جدا. الناس تقول لي ايه انا عايز ابقى فويس اوفر عشان صحابي بيقولوا لي ان انا صوتي ينفع. الصوت لوحده لا يكفي. مش كل الفويس اوفرز اللي شغالين والشاطرين مش كلهم صوتهم اذاعي قوي ولكن بيعرفوا يقولوا كويس. ومش كل الناس اللي صوتهم كويس بيعرفوا يقولوا. بمعنى هي عامله زي المخ والعضلات. بس فكره ان الصوت خامه صوتك تبقى حلوه او رخيمه او قويه او ايا كان دي بتبقى ملكه من عند ربنا. ده بيبقى رزق. دي حاجه انت بتشتغل يعني مش في ايدك قوي. انت ممكن تحسن فيها تبتدي تكتشف الطبقات بتاعتك عامله ازاي بس الخامه بتاعتك اللي ربنا رزقك بيها. فكره ان انت تعرف تقول ولا لا هي دي ملكه الفويس اوفر. هي دي السكيل اللي انت بتشتغل عليها. ذكاء الفويس اوفر او شطاره الفويس اوفر في ان هو احنا بنبقى بنقرا سكريبت ممكن يكون 30 ثانيه وممكن يكون 30 دقيقه. حلاوه الفويس اوفر تعرفها منين؟ انه وانت بتسمع الاعلان او بتسمع الدوكيومنتري او بتسمع حاجه ما حسسكش ان انا بقرا من ورقه. حسسك ان الكلام ده طالع مني جينيون. طالع مني جينيون طبيعي الكلام حي زي ما بيقولوا بالظبط كده. مش ان انا قاعد بقرا الكلام زي ما انا بكلمك دلوقتي عشان خاطر انا بقرا من الورقه اللي قدام. بالظبط. مش محتاج كل ده. فانت محتاج القواله بتاعتك تشتغل عليها اهم بكتير من ان انت صوتك يبقى يعني الصوت ده اتس بلس مش هو الكور. طبعا حاجه مهمه وبتفرق واحد عن التاني بس مش تفرقك لو انت ما بتعرفش تقول كويس. انت لو بتعرف تقول كويس تعلم ده اكتر حاجه وعلى ده اللي هتتعلمه تبلد عليه. ده زي لعيب الكوره. انت ممكن تبقى لعيب حريف قوي 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 بس ما بتتمرنش. ممكن ما توصلش بس ممكن تلاقي ان في لعيب كورته مش اعلى حاجه بس وصل عشان يزديكيتد في التمرين 100% بيدي كل اللي عنده في التمرين بيموت نفسه بيضحي بحاجات كتير جدا في اللايف ستايل بتاعه عشان خاطر في الاخر خالص يوصل اللي هو عايزه. هو ده اللي بيوصل في الاخر مش اللعيب اللي كورته عاليه جدا. ياما مواهب كتيره قوي ما وصلتش لمجرد ان هي اعتمد على الموهبه بس ما اعتمدتش على ان هم يقدروا يشتغلوا على نفسهم عشان خاطر ان هم ينموا من الموهبه دي ويشتغلوا على نفسهم في الفتنس والتكنيك والاستراتيجي والتاكتكس والحاجات دي كلها. كل ده بيفرق. طيب حاجتين الناس تعملهم لو هم عايزين يبقوا في اوز يعملوهم. واحده كسكيل واحده ثانيه ان هم يلاقوا شغل. تعالى نمسكها واحده واحده. السكيلز عامه عشان تنمي نفسك في موضوع السكيلز ده محتاج اول حاجه ان انت تبتدي تسمع كتير. تبتدي تشوف تبتدي تحب وتقرا تبتدي تقول انا بحب ده ليه وما بحبش ده ليه. تمام. ولما تلاقي ان ده بتحبه عشان حاجه معينه انت نفسك لازم تبتدي تسلك نفس النهج بس ما تمشيش على مدرسه معينه عشان ما تبقاش شارب منه. بمعنى ان انا مثلا بيعجبني طريقه ادائك حلوه بس لما اجي اسجل ما ينفعش اسجل بيها. بس انا ايه اللي بحبه عندك وايه اللي ما بحبوش. ممكن يبقى انت بتأفور مثلا في بعض الكلمات فدي بالنسبه لي على وداني تقيله بس انت مثلا في الدليفري الايموشنال خطير فابتدي اخد منك واشرب منك وابتدي ازود عليها البصمه بتاعتي لان كل واحد فينا بصماتنا مختلفه عن بعض. فانا اخد منك الحلو وابتدي اشتغل عليه بطريقتي وفي نفس الوقت اللي ما بيعجبنيش عندك لازم اتلاشاه. فكون البيرسونا بتاعتي على المايك دي حاجه من الحاجات المهمه جدا. اسمع كتير جدا اتفرج على اليوتيوب اخد ورش بس اركز قوي في الورش اللي باخدها عشان في ورش كتير بتبقى سبوبه وبقولها واضحه وصريحه بتبقى سبوبه. فويس اوفر مش محتاج ورشه طويله المدى. في الاول في الاخر هي حرفه والحرفه دي مهمه والحرفه دي مش مستحيله بس هي مش بالسهوله اللي احيانا ناس كتير انت بس بالورش هتاخد الفاونديشن زي ما بيقولوا. وممكن ما تاخدش ورش ممكن تشتغل على نفسك سيلف ليرنينج بس ثرو فيديوهات تتفرج على بلاتفورمز كتيره. في ناس بتتكلم على التعليق الصوتي وديديكيشن. اهم حاجه تعرفها طبقات الصوت تعرف تمرينات النفس توزيع الكلام على الجمل الوقف التام والمعلق. ده بفلوس يا جماعه والله. الطبقات بتاعت الصوت الجواب والقرار وجواب الجواب والحاجات دي كلها
وتعرف تطلع انهي حروف من انهي منطقه في جسمك. في كلام بيطلع من هنا، في كلام بيطلع من هنا، في كلام بيطلع من المعده، ولكن في الاول وفي الاخر كل ده انت بتعرفه ثرو الحاجات اللي انت بتتفرج عليها. واهم 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 ان انت تسمع وتسجل لنفسك وتبتدي تقيم لنفسك وتسمع. مش عايزك تسمع الناس اللي دايما هتقول لك ايه ده والله حلو يلا بينا اتجه انت احسن فويس اوفر في العالم. طب ايه رايك يسمع الشركات؟ لا مش من الاول. اوكي. مش من الاول، محتاج ان انت في الاخر تعمل بورتفوليو لما تتاكد ان انت خلاص انت مالك المايك اللي قدامك وخلاص ودنك خدت على صوتك وابتديت. تراي اند ايرور كتير. لازم الترايل اند ايرور، مفيش حاجه اسمها ايه ده بقول لك ايه انا خدت الدرس منك انا داخل اسجل وهبعتها. لازم ابعت ومش هيجيبها. انا الاعلان اللي سجلته اول مره غير اللي سجلته امبارح. لما ببص على ولا ان شاء الله ان شاء الله يا رب اسجله كمان سنين، اجي ابص على اللي سجلته امبارح اقول ايه ده لا ده كان فيه احسن. بالظبط. فانت لازم تبقى ابديتد باللي بيحصل وتشوف ايه اللي بيجرى حواليك عشان خاطر تعرف ان انت تواكب. حلو خلاص انا عرفت ان انا مؤهل ان انا هدخل خلاص على ان انا ابلاي فور جوب. اعمل ايه بقى يعني؟ اعمل ايه في السي في بتاعي؟ انا بشوف ان انت بتجمع البورتفوليو بتاعك. انت مينلي البروجكت الفي او ده بيبقى عملي شويه. يعني ما تقولش انا عملت البيبسي، عملت الكوكا، عملت ماكدونالدز. ابعت السامبلز بتاعتك حتى لو ما عملتش ليهم. فرغ الاعلانات واكتبهم وروح سجلهم في استوديو محترم يكون الصوت كويس. مش لازم يبقى غالي، مش لازم تشتري معدات قبل ما تبقى فويس اوفر، مش لازم تجيب معدات غاليه، مش لازم تعمل ويب سايت. في حاجات كتير قوي الناس بتأفور فيها وبتصب فيها كل اهتمامها وفي الاخر خالص ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. ركز في الكور انك تبقى فويس اوفر شاطر من ناحيه السكيلز، التكنيك، كل حاجه، القواله، الدليفريز المختلفه دي مهمه جدا. ما تبقاش ماسك لاين واحد في الاعلان وتفضل في الدليفريز عامه تبقى ماسكهم. فبس حاول تبقى عندك دايفرستي عشان خاطر مش شرط بس اللي هو الحماسي هنجيب تهامي، الضحك هنجيب فلان، الجد هنجيب. لا لازم حاول تخليك جوكر كده يعني. بالظبط كده. طبعا في حاجات بتبقى عالية قوي فيها بس في حاجات تانية لازم تبقى بتعرف تقولها. دي حاجة مهمة جدا جدا. وتبتدي تابروتش كوبي رايترز، بروديوسرز، برودكشن هاوسز، مخرجين، لان هم دول الناس في الاول وفي الاخر اللي واستوديوهات صوت ودول اللي بيبعتوا لك البريفز. حلو قوي. فدول اهم ناس ان انت تبعت لهم. انت لما سبت شغل البنك خلاص بطلنا تصوير ورق ماشي رحنا البيت، انا هعمل ايه في حياتي؟ اصلا كنت عارف انت هتعمل ايه ولا لا؟ ما كنتش عارف انا هعمل ايه بالظبط، على قد ما انا ان دي الحمد لله ان انا اتعرضت في الموقف ده. هو كان تريننج، انا ما كنتش موظف في البنك. عملت تريننج 3 شهور فاتقفلت تماما من البنك. اللي هو لو مين جه اقنعني انا مش هروح اطلع كريدت كارد تاني. بالظبط كده. ما كنتش اصلا بعرف اطلع كريدت كارد لان كان كله شغلي تصوير ورق ويروح اقعد جنب ده. ما كانش حد فاضي يعني انا مبسوط وفخور ان انا ما اتبسطتش في ده. فعشان كده بقول لك الفيليرز دايما الحاجات اللي ربنا ما وفقكش فيها اتعلم منها. لان انا ممكن بعد كده كان ممكن ياخد من وقت ال3 شهور دول بعد ما اتخرج ان اجربهم في البنك. ما حرام، انا اولى بيهم. صح ده حقيقي. في البيت بقى قلت لهم ايه؟ في البيت انا قلت لهم انا قفلت. والدي دكتور مدرسه قديمه شويه، اللي هو لا شغلانه ستيبل، ولما تيجي تتجوز تقول لهم ايه شغال في اعلانات بتاع ايه الاعلانات. يعني دايما كده الاجيال زمان كان في شغلانه الدكتور او المهندس، بعد كده الدكتور او المهندس او الضابط او البنك. بعد كده دلوقتي بقى في الاعلانات او مش عارف ايه. بعد كده بقى في فوتوغرافر، بعد كده بقى في بلوجر وانفلونسر. فالشغلانات بتتطور. فبطلب من الاهالي ان هم يبقى عندهم يعني يبقوا برود مايندد اكتر ويسمعوا لاولادهم ويتابعوا عامه يبقوا ابديتد. لان كل الاهالي بيبقوا عايزين مصلحه ولادهم، بس مش كل الاهالي بيبقوا عارفين مصلحه ولادهم. الاوبستكل بتاع جينزي المعهوده فتبقى ابديتد بكل اللي بيحصل. حلو. ثانك يو سو ماتش. ميرسي جدا ليك والله. انا مبسوط جدا شرف ليا والله. وات واز ا فيري انفورماتيف توك بصراحه. والله شرف ليا. اي هوب ان احنا نتقابل بره سينك وجوه سينك ونتقابل كتير. شرف ليا والله. هتبقى حاجه جميله قوي. ثانك يو. مبسوط وجود لك يا جماعه.